أمس، الترجي الرياضي التونسي يتلقى هزيمة مدوية أمام الملعب التونسي بنتيجة هدف دون رد. هزيمة لم تكن مفاجئة بقدر ما كانت نتيجة طبيعية لأزمات داخلية عميقة يعيشها النادي. لكن قبل التفاصيل، إذا كنتم من عشاق كرة القدم التونسية، لا تنسوا الاشتراك في القناة لتصلكم كل التحاليل والحقائق أولا بأول. الهزيمة هذه كشفت المستور. أولا، إدارة هاوية تكذب على المشجعين وتبيع الوهم. ثانيا، مدرب ماهر الكنزاري لا يملك ما يكفي لقيادة فريق بحجم الترجي. ثالثا، رئيس الجمعية وجوده من عدمه سواء. رابعا، انتدابات فاشلة لا تليق باسم الترجي، صفقات أقرب إلى السمسرة. خامسا، صفحات مأجورة تلعب دور الهجوم على أي ناقد، وتسببت في إقالة مدربين كانوا ناجحين. سادسا، صحفيون متماعشون يطلقون أوصافا مهينة على مدربين محترمين، والجمهور يتأثر بذلك. سابعا، فريق يذهب إلى كأس العالم للأندية دون أي انتداب يذكر، ثم يخرج بفضيحة. ثامنا، إدارة عاجزة حتى على تسويق قميص النادي وجلب مستشهرين في قيمة الترجي. تاسعا، تعيين أسماء أجنبية مجهولة تحت صفة مدراء فنيين. عاشرا، وناطق رسمي لا يعرف شيئا عن الفريق، دوره الوحيد الدفاع عن الإدارة. الجماهير اليوم تطالب بثورة حقيقية. مدرب أجنبي كبير بخبرة قارية. انتداب حارس مرمى، قلب دفاع صلب، وصانع ألعاب مميز. مهاجم صريح من الطراز الرفيع. وإبعاد كل المتمعشين والمرتزقة عن الحديقة باء. وغلق الصفحات المأجورة. الرسالة واضحة: الترجي ما زال قادر يربح البطولة المحلية، لكن المشكلة الكبرى في إفريقيا. وإذا لم تحدث إصلاحات عاجلة، فإن الفضيحة قادمة لا محالة. اكتبوا لنا في التعليقات: هل أنتم مع رحيل ماهر الكنزاري وتغيير شامل في الترجي؟ وهل ترون أن الحل فعلا يبدأ بثورة على الإدارة والصفقات الفاشلة؟